أهلاً بيكم في بوصلة، القناة اللي دايماً تجيب لكم الأخبار الحصرية الأول. النهاردة جايين ومعانا خبر فني هيخليكم تقولوا إزاي المفاجأة الحلوة دي حصلت؟ خليكم معايا للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. يا جماعة، فريق عمل مسلسل ابن النصابة عمل مفاجأة تهز الوسط الفني. تخيلوا، احتفلوا بعيد ميلاد نجمتهم الشابة ياسمين العبد ال19 في أول يوم تصوير ليها في المسلسل. يعني احتفال مزدوج كده، شغل جديد وعيد ميلاد. الموضوع ده حصل امبارح الاثنين 16 يونيو 2025، وياسمينة كانت طايرة من الفرحة. الحفلة دي ما كانتش أي حفلة، لأ، دي كانت بحضور نجوم كبار زي النجمة كندا علوش والفنان معتز هشام وحمزة دياب والمخرج الكبير أحمد عبد الوهاب. يعني كل الكاست بيحتفل معاها. ياسمينة نفسها ما صدقتش إيه اللي حصل، ونزلت فيديوهات من كواليس الاحتفال على حساباتها الرسمية، وبين عليها قد إيه هي مبسوطة بدعم زملائها في العمل. بصراحة حاجة تفرح لما تشوف كده روح تعاون ومحبة بين الفنانين. ده بيوريك قد إيه الأجواء في كواليس ابن النصابة إيجابية ومحفزة. المسلسل نفسه شكله هيكون من الأعمال اللي هتكسر الدنيا. ابن النصابة بيضم نخبة من النجوم غير اللي ذكرناهم، زي انتصار ونجوم تانيين كتير. المسلسل ده من إخراج أحمد عبد الوهاب، والقصة بتاعته بقى قصة محامية اسمها رانيا، حياتها بتتقلب فوقاني تحتاني بعد ما جوزها بيختفي، وبتتحول لواحدة قوية عايزة تنتقم وترجع حياتها زي الأول. يعني تشويق وإثارة لآخر درجة. يا ترى تفتكروا ياسمين العبد هتعمل إيه في دورها الجديد في ابن النصابة؟ وهل الدور ده هيكون نقلة تانية في مسيرتها بعد نجاحها اللي فات؟ شاركونا آرائكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده وحسيتوا إنكم عرفتوا خبر حصري، اشتركوا في قناة بوصلة، سيبوا لايك، اكتبوا تعليق واعملوا شير. الفيديو الجاي هنجيب لكم مفاجأة تانية تخليكم ما تتوقعوش على خبر زيها، فخليكم متابعين.